الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. أما بعد، إن شاء الله تعالى موضوعنا وحكسر سيهي أسباب عذاب قبرك قبرك قفك الوعد والصوابيالك كينية. أي موضوع أنه كسر سيها إن شاء الله تبارك الرحمن. إلهي سبحانه وتعالى قرآن كيسوه كله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. رب سبحانه وتعالى وحوليه markuu u yimaado midkood gaalada mowdku wuxuu dhihi eeboobi celiya, waxaanu dhowahay inaan falo wanaag waxaan ka tagay. saas maaha waa hadal uu iska yiri, waa hadal uu iska dhahay camal way hadalkaas taga. gadaashoodana waxaa ah barzakh tan iyo maalinka la soo bixin. taasi subhanahu wa ta'ala suuratul mu'minuun kulaayada 99 iyo aayada 100 waaye. عن أبي هريرة قال إذا وضع الكافر في قبره فيرى مقعده من النار قال فيقول رب ارجعوني أتوب وأعمل صالحا قال فيقال قد أمرت ما كنت معمرا قال فيضيق عليه قبره. أبي هريرة وحويري حديث قال كقبره سلطنه وهو أركاب بوسكي سونار تقولها wuxuuna leeyahay rabbiyo u celi aan toobad keeno camal wanaagsan aan sameeyo. waxaa lagu leeyahay cimri ayaan ku siinay aad ku toobad keenteed kadibna qabriga ayaa cariiri ku noqonaya. waxaa leeyahay cimri aad ku toobad keento waan ku siinay laakiin adiga toobada dayacday waa saadanaadada qaala fayudayyaqu calayhi qabrihi qabriga ayaa cariiri ku noqonaya korkiisa waa. عن عائشة أنها قالت ويل لأهل المعاصي من أهل القبور تدخل عليهم في قبورهم حياة سود أو دهم حية عند رأسه وحية عند رجليه يقرصانه حتى يلتقيا في وسطه فذلك العذاب في البرزخ الذي قال الله تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. عائشة رضي الله عنها وحيكري هلاك أيا أصبنا بأهل المعاصدة كمذا كو أهل قبور تهواي ماني والبوحة قبورها لأسو قليان أبي سويد مدمدو هل أبي سقين عمدي حيسا يأسو قليسا مدك للوها أكتور إلا أي كاكل مان لحظة معناها مدنا عنيتانك مضح أي كسر بالله ويسا تانك لنا الوها كدد بانك عراش أي سخو إيمانيا أيوة متبقى إنك عنيسا جركيسيا من إنك عنيسا وي كاسنا وعذابك قبرك سيدا قعد آيات بقولات سورة المؤمنين وعيدنا سوشيا من وراهم برزخون إلى يوم يبعثون. قراش الروح أهل برزخ إلى أن تلقى صار هاي وما نكلقى صار هاي. أسباب عذاب القبر لغم التيسته ويدديه وحانا كمده قال لماذا منافق لماذا كذا أمارك تلسك نقوى نداس تيدا أمارك جافو كذا نقوى صوبته النبي عليه الصلاة والسلام لما قبل بوصام ريمال معلمها كم ده دعونا النبي وحور عليه الصلاة والسلام لما قبري ولا عذابها هي وحوينا لو ما عذابها هي متكمل ده وحلو عذابها هي كذا ويسكوب سنوى مركا كذا الاستبراء يعني الدنيا يعني كذا سكوب ستدوي لذلك الواحد وايه inuu qofku is-asturi waayo marka uu xaado gudana qofku xaado gudana asturaan raado asturi waayo sababaha cadaabta keenta bay ka mid tahay weey namiimnimada dadka in isku diro xanta cunista xaaraanta xoolaha muslimka oo la dhaco ilaahay subhanahu wa ta'ala quraankiisa wuxuu ku leeyahay muuminiinay dhaxdiina xoolihiina badan iska cunna waay tuugnimada zinada beenta badan
صلاة ماركتاي فرد كأو هردو أما ماركتاي الحمد لله العالمين كفي ماك لولا تقو صلاة كفي ماك لولا تقتل أيضا صلاة وقتها للجوغ هذا أبطال متيستوي قرآن كأو لغتك أخرينتيسا لو نعمل فري وايوا هذا أبطال متيستوي أيضا dadka in wanaagga la faro qofka wanaagga farayan uu naftiisa iloobo ay aad mutastawa diinta alla oo laga maaragtay jeesado diinta in laga jeesado sababaha cadaabta keena bay kamid tahay marada oo qoobka dhaafto yani marada waxaa la rabaa in maaragtay aysan dhaafin qabyada haday aqayada dhaafto ma fiicno way marada marka saas ayaa cadaabta mutasta kamid tahay way haweeneyda oo cunugeeda nuujinta u diido ayadoo dhib jirin إنه ودي يدعونه أمام كابينه إنه نجد أيضا بجرين أنا طالو متيستوى حيوان إلا حبسه أو لا عذابه إلا أكدنته حيوان إلا عذابه إلا ما قاله ما حيوان وحال الشيء قصه إسلام يا يور درات إذا نار تلوجي على الشيء حبس درات إذا نار لوجي على الشيء تساسوا ماركا وقف انت إلا أويه قفك مركو انته وحال الدنيا إن الله بري معهن قفك إلا أويه marka iska jeexo alhamdulillah dhulka la isku rafo waxa soo kale lama ogolo waay ya waxyaabaha cadaabta lagu mutaasto waxa kamid ah gaalnimada afar qaybood ay u kala baxdaa koow gaalnimada qarsoon waa munaafiqnimada oo ah muslimnimo la muujisto حتى هاتee dadka muslimiinta ah iyo in diinka islaamka hoos laga noco ama la kiraasado oo la dhibsado waana gaalnimada ugu daran oo ay ku sifoobaan munaafiqiinta uu madaxa u ahaa Abdullahi Ubay ibn Salul la'anahu Allah yani Abdullahi Ubay ibn Salul ya munaafiqiinta abahooda ah waay ninkaas ninka munaafiq weyn buu ninka aaway mid labaad gaalnimada muuqato waa tan la cadaysto oo muuqato waana gaalnimada ay ku sifoobeen Namruud Fircawn Haman Qarun Abu Lahab Abu Jahl la'anahumullah iyo kuwa la midka ah tan saddexaad gaalnimadan waa mid awaamnimada yani gaalnimo waxa jirta adays gaalnimo la jirta adaysid gaalnimadaas yani waa gaalnimada awaannimada ah taas oo ah in la diido in alle uu jiro taas bedelkeedu la aamino wax walbo in ay maaragtay dabeecad ku yimaadeen gaalnimadan waxay ka sii daran tahay mid la muujisto hasa ahaatee la aamino in Allah subhanahu wa ta'ala uu jiro taas ka daran waa waqtiga qofka gaalnimada muujisanaya ilaahay subhanahu wa ta'ala uu aaminsan yahay laakiin dadka maxaa waaye qofka gaalnimada muujisanaya oo yani qofkan islaamnimadii muujisanaya yani haddana gaalnimadii wuu koos qarnaya taasaan ugu xun gaalnimada ka xumaa gaalnimada samarkeeda tan afraad waxaa waaye gaalnimada iimaanka kadib ama murtadka gaalnimadan waa midda lala yimaado marka Allah iyo rasuulkiisa la aaminay kadib taasoo ah in lagu ridoobo ama laga baxo diinka islaamka ama salaada si kasta looga tago waa maanta waad caafimaad qabtaa waad tukan kartaa laakiin markii aad dhimatid wallahi ama aamin ama aamine nolol waaqici oo saan ka duwan ayaad galaysaa waa ama waa cadaab ama waa raaxo intaan nooshahay shaqayso waa intaan nooshahay ilaahay subxaanahu wa tacaala si dhab ah u adeeco waa tabaaraka wa tacaala nabiga sallallahu alayhi wa sallama habeenkii la dheelmiyay waxa la soo tusay dad la cadaabayo waliba cadaab kala duwan cadaabka taariku salaadka waxa lagu sheegay xadiis marka inna al-mu'mina fi qabrihi la fi rawdatin khadara فيرحب له في قبره 70 ذراعا وينور له كالقمر ليلة البدر أتدرون فيما أنزلت هذه الآية فإن له معيشة ضنكا ونعشره يوم القيامة أعمى قال أتدرون ما المعيشة الضنك قالوا الله ورسوله أعلم قال عذاب الكافر في قبره والذي نفس بيده إنه يسلط عليه 99 تنين يعني
تنينا أتدرون ما التنين 90 حية لكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. عم فسرنا مركب مؤمن كقبر جيسا وحو أنه قنايا بير كمد أخبارها الجنة وانا لو واسعين قبرك إلا تضباطا لدن وانا لو نورنا سيدا بشهبين كمرك أيتهاي ليلة البدر كدب وحو الرسول صلى الله عليه وسلم متى كان آيادان يكسو دكتي الله وحو يري وحا أصبناضي نرى عريري وانا لسو كل منا مالك قيامة أصغو إن الله يا وحو يري متى كان نرى عريري وحير هدين الله يا رسول كيس أيا أب وحو الرسولك وعذاب قالك اللي عذاب يقبر جيسا الله النفسد إذا أي جعلتيسا كجرتان كقارتين وحال وصل لذا تضوات يعني سقال تنينو متى كان تنين كبير رسول عليه الصلاة والسلام وسقاشا أبيسوي يعني سقاشا أبيسوي وايه هلكي أبيسو أي لا هاي تضوان مضح كوا يعني تضوان مضح أي لا هاي كوا سعون الدونان قفك قالك إلا مالك قيامة إلا مالك قيامة قال قفك قالك أبيسوين كعون الدونان بويري رسولك صلى الله عليه وسلم حديث كان وحاك فعيدي سنينا كو نرش برزخو إني كدو انتهي كان عبسي بدنتهي نرشان أن هذا كل نولناي لابو نرش برزقه راحو مقالو عنا عبيتان يجيفتونا لكن وحالو سليدي سقاشن يسقال تنينو أبيسوين halkii tiniin ay ku kooban tahay 9 abeeso kow halkii abeesana 7 ay leedahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un 9 abeeso oo halkii abees 7 ay leedahay balka warnadi yaa udaha sheekh inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un saddex qofka salaada tukani waayo waa gaal guud ahaan culimadu isku raaceen culimada dhan waxay isku raaceen qofka salaada ka tago inuu gaal yahay bay culimada dhan muwaafaqo ku yihiin nabiga wuxuu yiri sallallahu alayhi wa sallam al-ahd alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar bi rasuulka sallallahu alayhi wa sallam farqiga u dhaxeeyo annaga iyo munaafiqiinta waa salaada qofka ka tago tukashada qofka ka tago waa gaal bi rasuulka sallallahu alayhi wa sallam حديث كولي وحكو سوغيهاي سند كيسنا وسند يعني اسناده على شرط مسلم سند كيسا امام مسلم شرط كيسو سوغيهاي حديث عن كفايسينا منافقين يعني منافقة هي مسلم صلاة لو كلا صاري مسلم وكان صلاة اوغه الله سبحانه وتعالى كبقه يعذابك قبرك منافق يقالك مر والبو واسكو كوح عذابك قبرقنا اسكو سيالو عذاب ياوى اسكو سيالو عذاب ياوى منافق لماذا؟ الله وحده سبحانه وتعالى اسوك هذا المنافقين ده إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا بسم سورة النساء هذا بقول فرق اللواب منافقين تو وحي نجري بي إكريانوا اسكودي يعني إذا إكريان اسكودي هي إسنو نجري أول مرين مركي وإستاغان صلاة دنا وإستاغان يجو وهسني نبسنا يوا وإستطس ضدك من خصان وحير مويان مرة بس هذا إستاغان يستشاكو درتا حقوق نفسنا صلاة مرة وانا الصوص كل دراية وهلو أرك عمل إليهن مثل منافقين تاز ناقصة وحاول إلهي سبحانه وتعالى ما بخصام به إلا وحير معهن سؤال كده أيها كوا ناقصة وحاول وضبط إلهي سبحانه وتعالى ونوشى يواي رسولك وسويد صلى الله عليه وسلم أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر برسول عليه الصلاة والسلام
صلاة كؤلس منافقين تا صلاة مر العشاء صلاة فجر كصلاة الصبح لولا الصلاة يا منافقين صلاة هاي كذا وحواي أو أولسو الدور بسلام وي إن شاء الله تعالى الصواب عذاب قبرك كينا موضوعه انت سيبو نوجه إن شاء الله تبارك الرحمن ولا ريال مرة ربان كود دالنو عباد الله سبحانه وتعالى سئان أوفق أنه أو أمر أنه أو نغر إلى عذاب الله سبحانه وتعالى ريال عذاب الله سبحانه وتعالى واحفظ معها توقتنا مدما الضوم إلهي وأسكنايو مساكينه الذنب بدن marka walaalkayga muslimka ahow walaashayda muslimada ahay salaada og si ilaahay subxaanahu watacaala naxariis kuu siiya waaye mawduucantaasaan kusoo gaabinahaya aqulu qawlii hada wa astagfiru allaha lii walakum wassalaam